بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو، والذي هو بعنوان تخصص الهندسة المعمارية. سأذكر في هذا الفيديو إن شاء الله ما هي الهندسة المعمارية، وما هي المواد المدروسة في هذا التخصص، وما هي أهم مادة، وكذلك عمل ومهارات المهندس المعماري. تخصص الهندسة المعمارية: يعرف تخصص الهندسة المعمارية بأنه فن وعلم الهندسة والبناء، وهو تخصص يتم ممارسته في كل ما يتعلق بالمباني والعمارة وتصميمها بأسلوب فني وعلمي. يعني كل ما يتعلق بالمباني والعمارة وتصميمها بأسلوب فني وعلمي هو هندسة معمارية. هذا هو يعني تعريف تخصص الهندسة المعمارية. المواد المدروسة في الهندسة المعمارية عدة مواد، من بينها فن العمارة، الهندسة الوصفية، الرياضيات، الفيزياء، يعني هذا في السنة الأولى. في السنوات الأخرى يعني كل عام أو كل سنة وموادها. ويتدرج الطالب الذي يدرس الهندسة المعمارية تدرجا حتى يصبح قادرا على أداء هذه الوظيفة. ما هي المهارات التي ينبغي للمهندس المعماري أن يمتلكها وأن يحققها؟ إن المهندس المعماري لكي يحقق النجاح في وظيفته ينبغي له أن يتعلم عدة مهارات، وينبغي له أن تكون له هذه المهارات. من بين هذه المهارات التواصل اللفظي، حيث إن القدرة على التواصل اللفظي تتيح للمهندس المعماري وصف أفكاره بوضوح لزملائه وعملائه لكي يفهمونه فهما جيدا. أيضا الاستماع الفعال: إذا استمع المهندس المعماري إلى الآخرين يستطيع فهمهم ويستطيع أن يحل مشاكلهم. أيضا الإبداع، والإبداع لا حد له في الهندسة المعمارية، وكل يوم نرى الجديد ونرى الإبداعات جديدة في الهندسة المعمارية. وعلينا أيضا أن نفهم كيف نبدع في الهندسة المعمارية، كيف نصمم، ما هي عناصر التصميم، ما هي يعني الوسائل التصميم الناجح في الهندسة المعمارية، ما هي الدراسات، كيف ندرس الاحتياجات. هذه كلها تدخل في مهارات المهندس المعماري. أيضا من مهارة المهندس المعماري الخيال، يتخيل يعني بداية المشروع، ويتخيل يعني نهاية المشروع. هذا كله في مخيلة المهندس المعماري. أيضا التفكير النقدي: يستطيع المهندس المعماري أن يحل المشاكل، ويستطيع أن يقدم حلول الممكنة للمشاريع. هذا يعني باختصار فيما يخص تخصص الهندسة المعمارية. وهذا التخصص يعني من التخصصات الجيدة المدروسة، ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى يعني عمل شاق، خاصة في أثناء الدراسة. بالنسبة للطالب الهندسي والذي أراد أن يدخل في هذا التخصص فعليه بالصبر، فعليه يعني بالاستعانة أولا بالله عز وجل، وعليه بالصبر في هذا التخصص لأنه طويل ولأن فيه أعمال شاقة. هذا والله أعلم. وإن شاء الله نكون قد وفيت في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.